أعتقد أن هذا الطائر الغبي يحتاج إلى المساعدة على الفور. لماذا فعلت بنفسك هكذا؟ يبدو أن تلك السترة التي يرتديها هذا الرجل قد نالت إعجاب هذا القرد بشكل كبير، لذا قرر انتزاعها منه ووضعها على جسده. يا لك من قرد ذكي! لقد أراد تجربة هذا المقلب مع زوجته، ولكنه لم يكن يعلم أنها ستشعر بالرعب والفزع إلى هذه الدرجة. يا للمسكينة! انظروا لجنون البشر إلى أين وصل. هذا المجنون قرر طهي طبق البيتزا الذي يحبه على حمم البركان. في الوقت الذي كان به هؤلاء الزوجان الهنديان يلتقطان صورا تذكارية لزفافهما، شعر ذلك الفيل بالغيرة الشديدة، لذا قرر الانتقام منهما بهذه الطريقة. إن هذا المشهد حقيقي 100% وليس من وحي الخيال، يظهر الطريقة التي يتم بها التخلص من الثلوج في النرويج. من الواضح أن هذه السيدة لم تنم طيلة الليلة السابقة، لذا تركيزها اليوم منعدم. انظروا ما الذي فعله سائق هذه الدراجة المجنون. أعتقد أنه لا أحد يجرؤ على تجربة هذه المغامرة إلا الأشخاص ذوي القلب القوي للغاية. أحسنت يا صديقي. راقبوا الخدع التي يخبئها لكم هذا الرجل، يا له من خطير. انظروا إلى الطريقة التي اتبعها هذا الرجل من أجل إحضار حقيبة إضافية معه إلى الطائرة. يا لها من فكرة ذكية. لقد رأيت العديد من سائقي الدراجات النارية المحترفين، لكن بالمهارة والاحترافية التي يتمتع بها هذا السائق لم أرى إطلاقا. أعتقد أن الغياب طال كثيرا هذه المرة، والشوق وصل إلى حده الأعلى. هؤلاء الأشخاص أتوا إلى هنا للاسترخاء والاستمتاع بجمال هذا المشهد الرائع. يبدو أن أحد الأشرار المشاكسين قد أتى إلى هنا، وخطرت بباله فكرة كسر زجاج نوافذ السيارات بهذه الطريقة. يا له من مختل عقلي. بينما كان هذا الرجل يغط في نوم عميق، أيقظه ذلك الجرذ الملعون بطريقة مزعجة للغاية. يا لصدمته! انظروا كيف قرر هذا الزوج ممازحة زوجته التي تظل نائمة طوال اليوم وفي كل مكان تذهب إليه. هذه هي نهاية كل شخص مدمن على استخدام هاتفه. يا له من موقف مضحك. حكم على السيارة بالإعدام رميا بالرصاص. يا ترى ما السبب الذي جعلهم يقومون بهذا الفعل الجنوني؟ من الواضح أنهم أصدقاء منذ زمن بعيد. كان يحاول أن يظهر مدى حبه لهذه السلحفاة، ولكنها لا تبادله نفس الشعور، لذا لقنته درسا لن ينساه طيلة حياته. يبدو أنها تبتكر تسريحة شعر جديدة وغريبة من نوعها وتطبقها على هذه الفتاة. هل فكرتم في يوم من الأيام بالطريقة التي يتبعونها لصنع القوارب البلاستيكية؟ إليكم الإجابة في هذا المشهد. يبدو أن الشخص الذي يتحكم في إنارة هذا المبنى وقع في الحب. انظروا ما الذي فعله هذا الكلب بصديقه. يا له من كلب خبيث. برأيكم ما هو السبب الذي جعل هذا المكان ممتلئا بالدخان الكثيف؟ آمل أن لا تحدث أي مصيبة بسببه.
راقبوا الاحترافية وخفة الحركة التي يتمتع بها هذا الرجل. أتساءل عن مدى مهارته واحترافيته التي كان يتمتع بها عندما كان شابا. أحسنت يا رجل. بينما أنت تلهو مع أصدقائك عديمي الفائدة، هناك من يتمرن على رياضات مختلفة وينفذها بكل إتقان. يبدو أنه جائع للغاية، لذا قرر المخاطرة والصعود إلى هذا الحوض من أجل اصطياد سمكة. حظا أوفر أيها الشرير. من الواضح أنهم قاموا بإثارة مشاعر الغضب لدى هذا الدولفين، لذلك هاجمهم بهذه الطريقة. بعد أن كانت عالقة في الأسفل، نجح هؤلاء الأشخاص بإخراجها وإنقاذها منه بسلام. يا لهم من أشخاص طيبين. لحسن الحظ أنها لم تصب بأي مكروه. والآن سأختم الفيديو بهذا المشهد الرائع للغاية والمريح للأعصاب. حسناً، استمتعوا بمشاهدته يا سادة. إلى اللقاء. لهذا يحذر المسؤولون دائماً من إمساك الهواتف المحمولة أثناء القيادة. انظر إلى مدى الإبداع الذي يقوم به هذا الكائن في بناء منزله والاحتماء بداخله. كانت عملية قطع عادية، ولكن لم يعتقد العمال أن هناك كائنا محتمي داخل الأشجار. يا ترى كيف كان يجلس بالداخل؟ على هذا الرجل أن يركز في طريقه بعد ذلك. يبدو أن هذا القرد مستمتع بلعب البولينج مع صديقه. وأخيرا ذلك الوز يقوم بعمل هجرته السنوية، وقرر هؤلاء الأشخاص مرافقته في تلك الرحلة. كان هذا الفتى ينقل البضائع، ولكن سقطت إحدى الكراتين على مقابض القيادة، مما تسبب في سير العربة بمفردها. تلقى هذا الدراج ضربة مؤلمة للغاية، حيث غرست الدراجة في الأرض الموحلة وانقلب على أثر ذلك. كان هذا الكلب يجري للحاق بشيء ما، وفي هذه الأثناء لم ينتبه لهذا الرجل. كان الانعطاف نوعا ما حادا، وقد داس السائق على الانطلاق بدلا من أن يدوس على الفرامل للتوقف. إنها ليست صخرة تتحرك داخل المياه، وإنما هذا قارب على شكل صخرة للتمويح. يبدو أن هناك علاقة صداقة جميلة مليئة بالحب تجمع هذا الغواص وذلك الكائن البحري. قررت تلك العجلة ترك السباق وصارت إلى الوجهة التي تريدها، حتى استقرت في النهاية فوق الإطارات المشابهة لها. لا أعلم هل ما حدث صدفة بحتة أم كان السائق مخططا له، ولكنه كان مدهشا حقا. يعجبني مدى مثابرة هذا المتسابق ومحاولته في الحصول على دراجته ليكمل السباق، فهو لم يهتم بسقوطه بقدر ما اهتم بضرورة العودة إلى السباق من جديد. أعتقد أن هذا هو اليوم الأول لهذا الفتى في العمل، ويبدو أنه أيضا اليوم الأخير. رأيت من قبل أشخاصا يدفعون سيارة لتسير، إنما يدفعون طائرة؟ ذلك هو أغرب شيء رأيته في حياتي حتى الآن. بسبب ثقل المواسير اختل توازن الرافعة عندما حاول الرجل إنزال الحمولة. تلك هي الطريقة المبتكرة لنقل السيارة لتصليحها دون الحاجة لدفع الكثير من الأموال على نقلها. خرجت عجلة تلك السيارة من مكانها، مما تسبب في انصدام السيارة بهذا الشكل. إن أعجبك الفيديو اضغط على إعجاب، هذا يشجعنا على تقديم لكم المزيد والمزيد. إلى اللقاء.